السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. عشاق نجم الجماهير في كل مكان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. العين جت في علي لطفي، وقبلها جت في الشناوي اللي واخد انذارات وجد، وقبلها في حمزة علاء. نلعب بمين يا عم؟ يا عم يا اللي عينك وحشه ابعد عن النادي الاهلي، مش ناقصه عينك يا سيدي، مش ناقصه عينك يا عم. حتى علي لطفي اللي قعد طول السنه لما جه يلعب ونعتمد عليه وتألق وابدع امام الترجي وامام انبي، العين جاله مز. بقول لك قبل الجهاز الطبي ما يعلن، وذلك بالتواصل مع مسؤول النادي الاهلي. علي لطفي الشده اللي جات له امبارح دي وخرج بناء عليها، نحمد ربنا انه خرج. ليه؟ طلع مزق من الدرجه الاولى، وزاد من هذه الالام ان هي جت جنب العصب. يعني الوجع الشديد ان العضله اللي جنب العصب فيها مزق خلفيه، عمل الجنب اللي فوق ده نزل، ما تعرفش ايه اللي حصل، وهو فوق كده عين حسود جات له. اعوذ بالله منه، اعوذ بالله من اللي اداله العين، منه لله. ايه يا اخي ده يا اخي؟ ايه يا ابني عين القر دي يا ابني؟ ده ولا الصواريخ القر عبر القارات. الله يخرب بيت. بقى الاهلي عنده 3 غايبين: محمد الشناوي للايقاف بالدرجه الاولى ولما اسموه بالاصابه، وانا عارف انه مش مصاب وباذن الله يلعب المباراه النهائيه. الثاني حمزه علاء اللي عنده حاجه في غضروف الركبه وغايب من زمان. والثالث علي لطفي. ما بقاش قدامكم في الاربعه اللي قدامكم دول غير ابننا مصطفى شوبير. ادعي له يا حاجه مها، حاجه مها والدته تقعد تدعي له وتصلي في القيام كده وتدعي له ان ربنا يحفظه. ليه ما بقاش في غيره؟ ما بقاش في غيره يلعب. نجيب مصطفى مخلوف من فرقه الشباب يقعد يعمل له يقف وراه بقى يدعي له وربنا يسترها بقى. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن العين اللي مركزه مع النادي الاهلي دي. طب نعمل ايه؟ نادي عارف طريق البطولات وطريق الانتصارات، واللي على الدكه بيحب اللي في الملعب، واللي بره خالص قاعد في المدرجات بيحب اللي في الملعب، وحاله رائعه من التعاون. الاربعه اللي قدامك دول اي حد فيهم يحرس مرمى النادي الاهلي، بما فيهم اصغرهم حمزه علاء. لكن النهارده مش ممكن. انا صعقت. انا بتواصل مع احد المسؤولين في النادي الاهلي بقول له طمني على علي لطفي، علي باشا لطفي زي ما بحب اهزر معاه واقول له يعني. قال لي للاسف مزق في العضله الخلفيه من الدرجه الاولى. قلت له يا نهار اسود، المزق ده يعني هيغيب عن مباراه الدوري واحتمال يغيب عن نهائي افريقيا. قال لي باذن الله ما يغيبش عن نهائي افريقيا، هو من الدرجه الاولى ورايحين نعمل سونار تاني النهارده. فقال لك هنعمل سونار تاني بالليل. لكن مبدئيا علي لطفي غياب عن مباراتي طلائع الجيش يوم الجمعه المقبل وسيراميكا كليوباترا يوم 29. ربنا يوفق بقى مصطفى شوبير، ابوه بقى يطلع له صدقه بقى ولا حاجه بقى، يعني الناس تدعي له، يقول لهم ادعوا لمصطفى، والحاجه بقى تقعد تصلي وتدعي له، واخواته يدعوا له، وجمهور الاهلي يدعي له. مبقاش في غيره مصطفى شوبير. لكن كلنا ثقه في ادائه، في قدراته. لما لعب السنه اللي فاتت لم يخزلنا وظهر بمستوى طيب جدا، اجبر كل الناس اللي كانت عماله تهاجمه وتقول عليه ان هو بيلعب بالواسطه على احترام قدراته الفنيه وادائه المميز. باذن الله تعالى بقول لك من دلوقتي قبل كل الناس يا قلب مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي في مباراتي طلائع الجيش يوم الجمعه وسيراميكا كليوباترا يوم 29 باذن الله تعالى. وباذن الرحمن علي لطفي كده يتعمل له علاج مكثف. اصل مزق من الدرجه الاولى، بس الالام كانت صعبه كده. الدكتور احمد ابو عبله بعد ما اطمن النهارده وعرف بالموضوع ده قال له الحمد لله يا علي انك خرجت. قال له لو لعبت كانت زادت وكانت الدنيا باظت مننا وكده وبتاع، واحنا محتاجين. فباذن الله تعالى الدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي اللي معاه، الدكتور محمد وفائي اخصائي التاهيل والدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه يعملوا كورس كده لعلاج علي لطفي، غذائي طبي مساج تدليك التراسونيك اللي بيعملوه. والحمزه علاء ايضا، بس حمزه علاء هيغيب شويه لانه لسه في مرحله التاهيل وما نزلش التدريبات خالص. محمد الشناوي ربنا بقى يكرمه ويقضي اسبوعين العسل دول على خير ويرجع للنادي الاهلي في مباراه الوداد ان شاء الله باذن الله. محمد الشناوي حارس النادي الاهلي في مباراه الوداد لن يخذلنا، وهو دائما متفوق ومتالق وعملاق كبير جدا جدا جدا. يوم الاحد 4 يونيو باذن الله تعالى باذن الرحمن الدوله توافق للنادي الاهلي على الساعه الكامله في هذه المباراه المهمه للغايه. انا زعلت جدا على علي باشا لطفي والله. يا علي يعني يا علي تيجي كده فيك يا علي بالسرعه دي يا علي؟ ده انت يا ابني لسه ما لحقتش يا ابني، ابدعت امام الترجي ماشي، لكن العين تيجي فيك كده بسرعه يا علي؟ يعني الواد اللي عينه صواريخ قر ده ما يصبرش علينا شويه؟ ما يستناش لحد نهائي افريقيا ما يخلص؟ ما استناش.
بعض الناس عمالين حيرانين، هو النادي الاهلي سحب دعواه ليه او هيسحب دعواه ليه يوم الاحد المقبل باذن الله تعالى من امام مجلس الدوله اللي طعن فيها فيما يخص لجنه الانضباط بما تضم من مستشارين فضلاء واجلاء نقدرهم ونحترمهم. ليه هيسحب دعوه المخاصمه وموضوع محمود عبد المنعم كهربا؟ كابتن محمود الخطيب لما راى ان العقوبه صدرت يوم الحكم بعزل مرتضى وتم تسريبها على فطار احد المستشارين الكبار او المسؤولين الكبار في مجال القانون في افطاره واعلانها قبل اعلانها رسميا ب 48 ساعه، قرر حمايه محمود عبد المنعم كهربا من الايقاف بكافه الطرق من اجل لعب مباراه السوبر، لان العقوبه طالعه عشان ما يلعبش مباراه السوبر. اجتمع بالمستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ولشخصه وقرروا رفع دعوى ضد تشكيل قانونيه لجنه الانضباط والمطالبه بحلها لانها لم تنتخب، وراح للقضاء العادي لان مركز تساوي التحكيم ده في حكم بعدم دستوريته اللي في اللجنه الاولمبيه فقاعد على جنب. ورحت هناك، ايه اللي حصل؟ القضيه اتاجلت بعد اول جلسه اليوم الاحد المقبل ان شاء الله. ايه اللي حصل من لجنه التظلمات برئاسه معالي المستشار عادل الشربجي؟ لما حصل ده قال لك غلت يدي، الناس بتطعن في قانونيه اللجنه، نشوف ايه اللي يحصل في قانونيه اللجنه. جاء في الايام الماضيه او في الساعات الماضيه جه جواب من اتحاد الكوره للنادي الاهلي بيقول اننا سنعرض لجنه الانضباط على اقرب جمعيه عموميه لاعتماد قانونيتها والتواصل المباشر، بلاش ناخد اجراء قانوني قد يسيء لمستشارين فضلاء اجلاء يعلمون القانون جيدا، مع وعد بتجميد اللجنه الى حين اعتمادها من الجمعيه العموميه. تجميد اللجنه الى حين اعتماد، يعني مش هتلاقي دلوقتي اللجنه بتبحث شكاوي من الشكاوي اللي عندها وتاخد فيها قرارات، ماشي، الا اذا كان في حدث جلل بقى. كمان اتحاد الكوره قال ان هو بعت للفيفا انه عينها وان هو جاله رد ان اعتمدوها من اقرب جمعيه عموميه، لم يعترض الفيفا. وبالتالي النادي الاهلي حصل فيه اجتماع على مستوى رفيع اكدوا فيه، قال لك هو الهدف كان من الدعوه ايه؟ حمايه محمود عبد المنعم كهربا من الظلم. 2 اشراك محمود عبد المنعم كهربا في مباراه السوبر قبل انسحاب الزمالك. 3 الهدف تحقق. 1 لجنه الانضباط عرفت انها غير قانونيه. 2 ستعتمد وتبقى قانونيه في اقرب جمعيه عموميه غالبا بتبقى في شهر 7. 3 محمود عبد المنعم كهربا لعب ولم يتمكن احد من يعني فرض الظلم عليه والجبروت عليه واشعار جمهور النادي الاهلي بالظلم والقهر من البعض تحت ضغوط اعلام الواق او البق بق او هزازين الرؤوس. فبالتالي انت حميت محمود عبد المنعم كهربا، خلاص اعمل بقى عداء ليه مع لجنه الانضباط ومستشاريها، او اهز صورتهم ليه، او ليه ما جاملش الوزير اللي جابهم، بلاش اصغره قدامهم واجيب حكم يسيء ليهم وحاجات بالشكل ده. فبالتالي قال لك نسحب دعوه المخاصمه. طب هل تم سحب الدعوه المخاصمه؟ حتى الان لم يتم سحب دعوه المخاصمه حتى الان، ستسحب يوم الاحد المقبل باذن الله تعالى. ليه؟ ان الجلسه يوم الاحد يروح بيها اعلان لاتحاد الكوره يستلمه وليد العطار يحوله للمستشار عادل الشربجي، يبدا نظر ايه؟ تظلم كهربا وتظلم مرتضى. يقول بقى 3 مباريات، مباراتين، 4، هو اللي يقولوا المليون جنيه يبقوا 50,000 جنيه يبقوا 100,000 جنيه، اللي يقولوا عليه احنا هنمشي عليه. فالمستشار عادل الشربجي تواصلت معاه المستشار قال لي لا ما باخدش بالكلام البقيه، ليا لازم يجي لي حاجه ان ده تم قدام المحكمه ومستند. افرض الاهلي جه غير رايه، اقول انا اعمل انا اجراء؟ ده انا راجل نائب رئيس محكمه النقض يا بيه، فعش اطلع اقول اعمل اجراء والاخر ما يطلعش صح. فمستني يوم الاحد وبعدين يلغى، يعني مع نهايه الاسبوع المقبل 3 أو 4 باذن الله تعالى هيكون الحكم بتاع محمود عبد المنعم كهربا طلع وخلاص، وردينا وهدينا نلعب مباراتين افريقيا وبعد كده يتوقف ما يتوقفش، هيبقى ايه؟ بيبقى بيور بقى ان شاء الله. كمان هتدفع الغرامه قبل مباراه العوده في المغرب باذن الله تعالى وفقا للترتيبات التي يعني الملف ده في ايد الكابتن محمود الخطيب، يشاركوا فيه الراي عدل القيع رئيس شركه الاهلي لكره القدم، خالد مرتجي امين الصندوق، امير توفيق المدير التنفيذي للشركه ومدير التعاقدات والتسويق، والكابتن سيد عبد الحفيظ. دول اللي عندهم ملف كهرباء وبيقعدوا عليه. امبارح كابتن اسامه حسن مع كابتن خالد الغندور في برنامج زملكاوي في قناه الزمالك زعم ان في 2 هدافين على الدكه في نادي الاهلي هو خلص معاهم عشان يروحوا الزمالك. اول حاجه انا اللي قلت لك هنا ان كان في تواصل
مع 2 من نجوم النادي الاهلي ورفضوا الزمالك. الاول هو رامي ربيعه الذي ينتهي تعاقده بنهايه هذا الموسم ويحق له التوقيع دلوقتي، ورفض الزمالك. ايمن اشرف وتهرب، وقلت لك هنا انه تهرب من لقاء مرتضى امير مرتضى المشرف على كره القدم، وقلت لك الاثنين رافضين. وقلت لك حاجه تانية، ان ايمن اشرف جاي له فاركو، وان رامي ربيعه رفض الزمالك وكان عاوز بيراميدز، وبعدين قال لك ما خسرش الجمهور، وطالب وكيله حازم فتوح بالبحث له عن عرض في المملكه العربيه السعوديه او الامارات او قطر في الخليج بصفه عامه، وقال لك انا لو مش في الاهلي هيعز عليا ان انا العب في مصر. فدول الاثنين اللي عقودهم خلص. طب هو قال لك هدافين، عندك 2 هدافين، برونو سافيو عاوز تاخده يا عم ادفع ثمنه وخد مفيش مشكله. طب شادي حسين مشجع التراس اهلاوي يبقى عاوز يجي الزمالك، طيب عقده ايه؟ هيمشي من الاهلي اعاره او بيع او اي حاجه، يعني عقده مش خلصان. طب محمد شريف باقي في عقد الموسم المقبل. طب انت عمال تحلف باغلظ الايمان انك انت مخلص معاهم. طب يا عم ما تخلص معاهم، هتاخدهم ازاي يعني؟ هتاخدهم ازاي وهم مرتبطين بعقود؟ السنه لما عقودهم تخلص، اما اللي عقده خلص رفضك، اما اللي يحق له التوقيع رفضك، اما اللي عندك بيتمنى يجي، اللي عندك بيتمنى يجي، محمد صبحي بيتمنى يجي، واحمد فتوح بيتمنى يجي، واحمد زيزو بيتمنى يجي. الكلام ما عليهوش جمرك، اي حد يطلع يقول اي حاجه ويحلف على الهوا. قسم الله ده غليظ، ما ينفعش احلف على الهوا. وبعدين قول لي اسامي بقى، طب خدهم. طب هم ناقص يقعدوا مع اي حد؟ ما تاخدهم تقعدهم يا عم، انت مقصر ليه؟ ما تاخدهم تقعدوا مع اي حد وخلاص. اوساريو تحدد موعد اقالته من تدريب نادي الزمالك حينما يلتقي الفريق في مباراة المقبلة مع طلائع الجيش منتصف الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. الناس صبرت وزهقت وطهقت، وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها والتخاريف اللي في التشكيل، وما بقاش له مؤيد خالص. حتى الناس اللي جابوه بقوا بيهاجموه فنيا. يعني عندك احمد حسام ميدو، خالد الغندور، اسماعيل يوسف، احمد عبد الحليم، طارق يحيى، كلهم غضبانين عليه. بجانب رموز الزمالك في اون سبورت، فاروق جعفر وحازم امام وكل الناس زعلانين منه. قال لك يعني كسفنا وخذلنا، والراجل طريقه اللعب اللي بيلعب بيها سمك لبن تمرين. اوساريو اللي عمال يجي له عروض لتولي تدريب فرق في المكسيك وفي البرازيل، وهو مدرب بالمناسبه يمتلك سي في مميز، لكن جاي يشتغل في بيئه غير البيئه، وجاي يشتغل مع مجموعه لاعبين مش قادرين يساعدوه على انه ينجح، ولا اداره تساعده على انه ينجح. فبالتالي قالوا لك لو خسر طلائع الجيش هنقول له باي باي، ويكمل مدحت عبد الهادي الموسم. ومدحت عبد الهادي لو انت خليته يكمل الموسم وارد انك تخلق كادر مميز لك في السنوات المقبله. طيب عندنا في نادي الاتحاد السكندري لازال محمد بيك مصلحي رئيس النادي مصمم على الرحيل. المفاجأة ان بقى ما بقاش بس مصلحي اللي مصمم على الرحيل، ده كمان زوران مينولوفيتش الله يرحمك يا مختار يا تيتش مصمم هو الاخر على الرحيل. المدير الفني اللي عمل نتائج كويسة جدا جدا جدا، لكنه خسر اخر مباراتين، وبدأ دلوقتي الناس تهاجمه وتضغط عليه وعاوزينه يمشي. هو جاي له عرض خليجي، قال لهم انا صحيا تعبان سيبوني امشي. خسر هو من انبي 1-0 ومن المصري 2-1، وبدأ الفريق في التراجع. مجلس إدارة نادي الاتحاد في غياب محمد بيك مصلحي الذي يصمم على الاستقالة من نادي الاتحاد السكندري بعد تجاوز البعض في حقه، لكن مفترض انك تتراجع عنها احتراما لزملائك في مجلس الإدارة اللي رافضين الاستقالة، واحتراما للجماهير اللي واثقه فيك، واحتراما للناس الاعلاميين والخبراء اللي بيقولوا لك انك انت واحد مهم جدا 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 من الركائز الاساسيه لنجاح نادي الاتحاد السكندري. فهو الراجل زوران ما لقاش في رئيس نادي ولقى فيها هزيمتين، قال لك انا ماشي يا عم رايح الخليج، وعمال يقول لهم انا مصاب، ودلوقتي بيفكروا يجيبوا الكابتن طلعت يوسف. جاءنا حاجه كده جميله لهذا الفنان الجميل. المصري اليوم منزله حاجه للفنان مراد مكرم في السوشيال بتاعه، قال لك عايزين الزمالك يقف على رجله تاني. ده عامل روشته لان الزمالك ازاي يقف على رجله تاني. اختاروا رئيس واداره وامين صندوق ومدير كره محترفين. امنعوا الشلاليه، ده رقم 2. 3 اختيار لعيبه جامدين وجعانين كوره. 4 تعاقدوا مع محامي كبير بيحب الزمالك يعرف يجيب حقه بالقانون مش بالشتيمه، غير كده انسوا. ده الفنان مراد مكرم، وحاجه يعني كان كاتبها على صفحته. دمتم في امان الله، السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.